السلام عليكم. انا جاي بس ايه عشان قاعد لوحدي في البيت ولسه طابخ البانيه بقى يابا. طبعا مفيش مذاكره ولا اي حاجه، بهزر طبعا عشان لو ابويا شاف الفيديو. عايز اكلمكم في موضوع كده يا جماعه مهم، ولو انت داخل الفيديو ده ارتاح كده شويه. انا عايزك ترتاح شويه من دوشه السوشيال ميديا ودوشه الحاجات وايه اتنين صحاب بيتكلموا وبيرغوا ولازم مايند سيت ذان everything. العقليه بعدين كل حاجه، لازم نركز على عقليتنا، هي دي اللي هتبنينا عامه. انا جاي اكلمكم النهارده عن حاجه منتشره قوي، فيروس منتشر والناس كلها مش واخده منه. عارف لما تبقى اللي هو ايه في حاجه كده حلوه، عارف زي لما حد يقول لك مثلا ايه انا هبطل سجاير واشرب فيب، مع ان الفيب برضه مضره اكتر من السجاير. الشركات دي عاملاها عشان تفضل انت في نفس دايرتها، يعني انت بطلت السجاير فهي هتعمل لك منتج تاني اسمه الفيب عشان تشرب الفيب. انا جاي اكلمكم النهارده عن المحتوى التحفيزي. الناس بقت دلوقتي بتتفرج على محتوى تحفيزي. لو بصيت على اكتر المشاهدات في الوطن العربي وفي الحتت دي هتلاقي ان اكتر المشاهدات للقنوات على اليوتيوب الاكل والتفسير الاحلام. الناس بقت تاكل كتير وتنام كتير، تصحى تفسر احلامها، تاكل تاني، تنام تاني، تصحى تفسر احلامها. ولكن في الوقت ده بقى كل الناس دلوقتي فاقد الشغف، فيفتح له مثلا فيديو لمحمود الدرة، يفتح له فيديو لجلال ابو مويس. عارف انت الناس دي اللي هي ايه وليد البيزنس بقى، يشوف محمد الكويفي دوبا ميكافين، مره يشوف الدحيح، مره يشوف الزيتونه. كل القنوات دي جميله جدا والمجهود فيها رائع. فالواحد بقى ايه، السوشيال ميديا اتحولت من ان هي حاجه بتفيدك وانت اللي بتدخل تبحث لحاجه اللي هي بتشدك خلاص. فانت اللي هو كل شويه ناس جديده تجيلك وتطلع لك وتقعد تتابعها. كل دي ناس بتطلع لك والناس عماله تنزل تنزل تنزل. الناس دلوقتي مش بتنزل على المشاهدات، خلي بالك، مش بتكسب من المشاهدات. الناس في السوشيال ميديا بتكسب من هي تبيع لك منتجات، فاهم؟ يعني مثلا انا ممكن انزل دلوقتي، انا عندي براند ملابس ان شاء الله ببنيه. فالفكره ان انا دلوقتي ممكن ابيع لك تيشيرت. انا ممكن اقول لك دلوقتي اعمل الفيديو ده مش بكسب عشان لما تشتغل على الفيديو، انا بكسب عشان لما انت تيجي تنزل تشتري تيشيرت وواثق فيا انا هكسب. هتلاقي مثلا حد زي مكاوي ميكلينج او مثلا منصات التداول اللي هو اللي هو بيعمل سبونسر ليها، فانت تدخل تشترك فهو ياخد نسبه وهكذا. فالسوشيال ميديا عايزك تفهم ان هي مش مجرد حد بيفيدك، لا ده ممكن الناس تعمل فيديوهات عشان تثق فيها فبالتالي تشتري المنتج اللي الناس بتتفرج عليه. ده هو حلو لما تيجي تتفرج على فيديو مثلا ازاي تعمل فلوس، ماشي يا عم. لما تيجي تتفرج على فيديو ازاي تعمل عضلات، يا خير وبركه. واحد بيوفر عليك سنين من عمره، سنين من عمرك انت مش هتقضيها تاني في التعب. ولكن الفرق بينه وبين المحتوى التحفيزي اعمل واشتغل ومش عارف ايه وكده، ده نص الناس متابعه. النص التاني او الاغلب متابع بقى اللي هو ايه الحاجات الكتب. طب المشكله معاه في ايه؟ المشكله معاه ان الناس كانت بتشوفه زمان عشان تطبق. يعني انا دلوقتي بشوف مثلا فيديو ازاي تبني براند ملابس ناجح، هشوف هعمل ايه بقى، هبدا اطبق. الاقي فيديو جديد نزل عند حد تاني 5 غلطات اوعى تعملهم قبل ما تبدا براند ملابس. شوف الفيديو ده فتلاقي فيديو تالت طلع لك 10 حاجات اوعى تعملهم، 10 حاجات هتساعدك ان انت تعمل كذا. ده انا كده لازم اعرف معلومات اكتر. طب ايه تاني؟ كتاب هيساعد توم، اي كتاب مش عارف ايه ازاي تعمل فلوس بجد بقى. سيبك من براند الملابس دي كدبه اصلا، اكبر كدبه. فتتعقد من الموضوع الاخر انت اصلا ما بداتش حاجه، انت كل ده متشتت. حاجه تاني ازاي تبدا الجيم، 5 غلطات تعملهم قبل ما تبدا الجيم. تقوم شايف الفيديوهين دول حلوين مناسبين، ايه ده في تمارين انت بتعملها غلط، انت اصلا لسه ما رحتش في تمارين 5 تمارين انت بتعملها غلط. طب تعالى نشوفهم كده عشان ما اعملش اي تمرين غلط. طب تعالى نشوف مثلا ايوه هبقى اعمل، بس انا بس هشوف الفيديوهات بتدخل في الدوامه دي وانت مش واخد بالك. يعني مثلا لما اقرا كتاب احس بانجاز، فالناس بتفتكر ان طالما شاف الفيديوهات دي بياخد نفس المتعه بتاعت قراءه الكتاب. ايه ده انا شفت الفيديوهات دي من غير ما يحس. هو بيحس بانجاز، بيحس بمتعه، انا هنام مرتاح. طب انت عملت حاجه؟ فكره ان انا مستني كل الطريق يجي قبل ما ابدا، دي ما بتحصلش وعمرها ما هتحصل. لازم هتتخزوق في الطريق، مش لازم يا عم تتخزوق ولكن هيحصل لك عقبات في الطريق، مستحيل. ما هي دي الحياه. طب 5 نصايح للمذاكره. طب اذاكر ازاي؟ طب المنهج، طب مش عارف. ابدا انت الاول في المنهج، شوف كده المنهج، افتح الكتاب شوف الدروس عامله ازاي، اسال صحابك اللي ذاكروا قول لهم المنهج عاملين ازاي. ابدا مثلا حاجه زي نخش في مجال معين، مثلا مجال الناس كلها بتشوفه دلوقتي ازاي تعمل فلوس. اول حاجه عايز اقولها لك ان الناس دي معظمها ممكن ما تبقاش صادقه، ومعظمها ممكن يجيبوا افكار كده من شات جي بي تي عشان ايه يكتب لك عنوان محمس ويكتب لك فيحسسك ان الفيديو مهم، ولكن الفيديو في اساسه معمول 50,000 مره منه قبل كده. هو عامله 50,000 مره قبل كده، هو عشان شاف المشاهدات ناجحه فهيعملوا تاني، يقعد يكرروا عشان المشاهدات تيجي تاني. طب انت بدات اي حاجه من دي، فيديو تحفيزي مش عارف مين، طب ماشي الفيديو التحفيزي ده عشان ما الغيش كتير واعمل براجنج وكده. المحتوى ده مهم، انت لازم تعرف كل حاجه قبل ما تبدا، ولكن مش كل حاجه هتعرفها مهما كان. ربنا بيقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. لازم انت تعطي الاول، اعطي واتقي ربنا وهو اللي هيسرك لليسر. الحاجات الحلوه اللي مش هي اللي بتجي، انت اللي بتروح لها الاول عشان ربنا ييسرك ليها. عشان كده تلاقي ناس انا فاقد الشغف. طب ما انت روح لها الاول، حس بانجاز. انت فاقد الشغف عشان فشلت كتير وعملت حاجات كتير قوي. فرق بين الياس
الاحباط ان اليأس انت خلاص بقيت حاسس ان مفيش امل، ولكن الاحباط انك هزعل كام يوم وكده، ولكن انا عارف ان في امل وعارف ان هكمل وزهقت بس هكمل. اعرف اول خطوه في الطريق وانت مكمل يا عم، شوف الفيديوهات دي براحتك وانت مكمل في طريقك، شوف الفيديوهات اللي هي ازاي تعمل كذا واقرا كتب وكده، بس ما تقعدش بقى تشوف المحتوى طب انا فقد الشغف انا لازم اتحفز شويه، انت ميتين استغفر الله العظيم. يعني انت محتاج ايه عشان تتحفز؟ اللي بيتحفز ده مثلا واحد مثلا واحد حياته عايش في فيلا مثلا وحاسس ان حياته سهله، فهو مش محتاج يعني مثلا الناس اللي معاش فلوس فبتتحفز انها تشتغل عشان تغير من وضعها. الناس مثلا اللي مش عارفه تذاكر واستوعابها قليل بتذاكر قوي 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 عشان تحسن من وضعها. اللي محتاج تحفيز ده واحد حياته سهله خالص وعايز يوصل لمستوى اعلى، بس هو حاسس ان هو خلاص كده عايش حياته. انت وضعك زباله اصلا. الحاجات اللي انت تعملها في يومك، انا لو قدامي كوبايه ميه دلوقتي وانت عطشان، هل هقعد اقول لك يلا روح اشربها وكده، ولا انت هتروح تشربها لوحدك لانك عطشان؟ دي الفكره يا جماعه. حط هدف لنفسك. يبقى كده في 3 خطوات. اول خطوه هتحط هدف لنفسك انت عايز تحققه. الهدف ده هتبدا تتعلم عنه شويه الاساسيات اللي هتعملها، تمام؟ الاساسيات دي اللي هي هتحطك بس على الطريق. هيقابلك بقى في الطريق عقبات وصعوبات وكده، انت عارف ان ده اللي ربنا وعدك بيه. ربنا قال لك عايز هدف هتتعب فيه. الهدف اللي انت حطيته ربنا قال لك هيحط لك ابتلاءات فيه وهيحط لك حاجات فيه عشان يختبرك، عشان يخليك. فانت هنا مش في الحياه، انت هنا مش عشان تلاقي نفسك، انت هنا عشان تصنع نفسك. انت في الهدف ده عشان تصنع نسختك اصلا. ربنا بيجهزك ان انت تصنع نسختك. فانا لقيت دلوقتي هدف اهو، الحمد لله انا محتاجه قوي، والهدف ده انا محتاجه اصلا، مش محتاج حد يحفزني لان انا حالتي زباله، والحمد لله راضي بحالتي، ولكن عايز احسنها. طب ايه ده هيطلع الابتلاءات، انا جاهز للابتلاءات. ربنا قال لي ان هيطلع حاجات تعطلني، فلازم اعمل ايه؟ لازم اجاهد فيها واكمل فيها، لازم اعطي الاول عشان ربنا ييسرني ليها وبس كده. وفي الطريق شوف يا عم المعلومات اللي انت عايز تعملها. انما ما تقوليش هشوف محتوى تحفيزي واقعد اشوف كل حاجه قبل ما ابدا وكماليه ومفيش ظروف مناسبه. مفيش ظروف مناسبه حرفيا. الناس بتقعد بالاقسم بالله العظيم 15 سنه عايز يبدا جيم ما بداش، بكره ده ما بيجيش. الشيطان يا جماعه بيلعب بخوازيق كتير. تابعني على الانستجرام، عشان الانستجرام لو انت مش عايز تشوف فيديوهات طويله بقول لك الخلاصه على طول في كل فيديو، بحيث ان انت تبقى قاعد لو انت بتحب الشورت فورم كونت او اللي هي الفيديوهات القصيره. قول لي يا جماعه رايكم في الفيديو ده، وقولوا انتم محتاجين ايه. وكرجاله برضو انا عندي افكار كتير للرجاله، ولكن معظم جمهوري بنات، فانا عايز برضو افكار للبنات. شكرا يا جماعه.